السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو نتاعنا في احسن حال. اليوم غادي نحضر معكم كيكه بلا حليب بلا دانون، كتجي زوينه ومذاق مختلف. بسم الله. غادي نحتاجو 2 بيضات، نص كاس نتاع سنيده، نص كاس نتاع الزيت، كاس ديال الماء معامر غادي نديرو فيه واحد المعلقه تاع القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. الا ما توفرش عندكم الكاكاو يمكن لكم تعوضوه بديك الساشيه. صافي غادي نخلط المكونات كاملين اللي عندي مزيان حتى ينسجموا لينا وتذوب لينا ديك السنيده. صافي غادي نبدا كنزيد في الدقيق. بالنسبه لهاد الكيكه هزات ليا 2 كيسان تاع الدقيق ديال العنبه، الكاس الثاني ما عمرش بزاف. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نزيد 1 2 خمارات حمرين، وغادي نجيب المول اللي دهناه من قبل. هاد الكيكه كنديروها في المول العجيب، وإلا ما توفرش عندكم المول العجيب تستعملوا اي مول متوفر عندكم، غير انا درت المول العجيب حيت درت فيها واحد الكريمه في الوسط. صافي ملي كنديروا الكيكه نتاعنا في المول غادي ندخلوا الفران. انا ديما الكيكه كنطيبها في الفران تيكون بارد، غادي نشعلوا عليها من التحت حتى طيب، نعاود نشعلوا عليها من الفوق وندوزو باش نحضروا الكريمه نتاعنا. غادي نجيبوا كاسرونه، غادي نديروا فيها كاس ديال الحليب، معلقه ديال الكاكاو، ما كايناش ديروا الساشيه، 2 معالق ديال سنيده، ومعلقه كبيره نتاع كريم باتيسري. الا ما توفرش عندكم ديروا معلقه كبيره نتاع مايزينا، وغادي نزيد واحد شويه نتاع القهوه سريعه الذوبان. غادي ندير الخليط فوق البوطه وغادي نردو مع البال حتى نحسو به بدا تيختار، عاد نحيدوه. صافي كنخويه فوق الكيكه كيف ما كتشوفوا، تجي الصراحه زوينه. كنكبوه تما وتيبقى التزيين اختياري على حساب الرغبه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب نتاعكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.